الا كنتي تخافيه وما تحبيش تغامريه لا خاطرش في كل مره ديريه حبات تتنفخ والاخرين يديروا الفيو، اروحي نوريهولك بكامل الخطوات ونتحداك تجربيه وتقولي لي ما تنفخوليش. نحط مغرفه كبيره سكر وواحده خميره، كاس نصو سميد رطب ونصو فرينه، خلطه خفيفه نفرغ عليه كاس تاع الحليب بحراره المطبخ، نخلط مليح ونخليه يتفاعل نص ساعه، نزيد له مغرفه صغيره تاع الملح ووحده كبيره تاع الزيت، نخلطهم وراح نلم بالفرينه. لازم تحصل على عجينه تكون تتلاصق، انا زدت نص كاس تاع الفرينه، نعجنها 7 دقائق ونخليها تضاعف الحجم 41 دقيقه. نقسم 5 كرات اللي نخليهم يرتاحوا شويه، دردر السميد المتوسط ونحلهم الرقيق بالحلال. لازم ترقوهم وراح طيبهم بعد مرور 10 دقائق برك، ما لازمش يخمروا، اذا شتو خمروا زيدوا رقوهم بالحلال. قبل ما طيبوهم والطياب هو الصح، لازم المقله تكون ثقيله وسخونه، النار متوسطه العاليه، وغير تحطوا الخبزه تحسبوا كل 5 ثواني وتقلبوا، وكي تشوفوا بدا تاخذ اللون هنا تولوا تحسبوا كل 10 ثواني وانتم تقلبوا. راح تبدا تتنفخ معكم في جهه من الجوايه وتروحوا تضغطوا غير بالعقل باش يتوزع النفخ كامل الخبزه، وهكا تولي بالونه. شفتوا شحال ساهل الخبز المنفوخ وساندويتش كبده فيه، ما نقول لكمش على البنه الواعره كيما مولفه نقول ما عمرو يقدر بالبنه.